الإعلام سلاح ذو حدين، يقدر ينفع كما يقدر يضر، يقدر يبني كما يقدر يحطم. وشفنا الإعلام العربي بالأخص العربية والجزيرة كيف أثرت على الأحداث في الربيع العربي في 2010. الربيع العربي اللي انطلقت الشرارة نتاعو من تونس وراحت لليبيا ومصر واليمن وسوريا لحد الآن ما زالت شاعلة. وشفنا أبرز زوج قنوات عربية اللي هي العربية الأولى التابعة للمملكة العربية السعودية والجزيرة، كيف أثروا على الأحداث الربيع العربي وكيفاه وجهوا الأحداث أنذاك ووجهوا الشعوب ووجهوا الوعي العربي أنذاك في خدمة مصالحهم بالدرجة الأولى. وهذا أمر عادي جدا، لأنه أي قناة إعلامية تابعة للدولة تحاول تخدم المصالح تاع هذيك الدولة بالدرجة الأولى. والجزائر أنذاك كانت عندها تغطية إعلامية ضعيفة جدا وما عندناش احترافية للأسف الشديد. لكن هذا المشروع العملاق اللي راح تديره الجزائر وشرع فيه عبد المجيد تبون بميزانية 2024 وخصص له 280 مليار دينار جزائري، هو دزاير ميديا سيتي. هذا المشروع العملاق راح يخدم وجهات النظر الجزائرية بالدرجة الأولى، وراح يحاول يواكب التطور التكنولوجي في الإعلام إلى أبعد الحدود، لأنه هذا المشروع العملاق راح يحتوي على العديد من البلاطوهات الإعلامية، وراح أكيد راح يخدم المواقف الجزائرية وراح يروج للمواقف الجزائرية، وراح يخدم السياسة الجزائرية الإقليمية وحتى العالمية. هذه المدينة الإعلامية راح تحتوي وراح تجمع جميع القنوات الإعلامية بكل صيغها، يعني المقروءة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، راح تخدمها، راح تجمعها في مكان واحد اللي هو في ولاد فايت، لأنه هذا المشروع راح يتجسد في ولاد فايت في مساحة إجمالية تقدر 74 هكتار، يعني مدينة إعلامية بأتم معنى الكلمة وبمواصفات عالمية. هذا المشروع مهم جدا، وهذا المشروع عملاق، لأنه الإعلام هو اللي أثر على الأحداث كما شوفوا، وهو اللي يوجه الأحداث، وهو اللي يخلق من أزمة صغيرة يقدر يخلق منها أزمة كبيرة، ولا العكس يقدر أزمة كبيرة يخليها باللي ما كان والو، ما هوش موضوع خلاص اللي يحتاج الاهتمام. الإعلام في وقتنا الحالي أنا أعتقد أنه هو السلطة الأولى وهو السلطة المؤثرة على العديد من الأحداث الجزائرية. وزيد هذه المدينة الإعلامية راح تكون أول مدينة ذكية بأتم معنى الكلمة، لأنه راح تعتمد على التقنيات تكنولوجية حديثة جدا، وراح يجمعوا وراح يربطوا المدينة الإعلامية بوسائل النقل مثل بالمترو والترامواي وكل وسائل النقل راح تربط بها المدينة الإعلامية، وراح تكون بمواصفات عالمية. ولهذا مبروك على الجزائر هذه المدينة الإعلامية، وإن شاء الله تكون حسب البلون تاعها راح تكون بمواصفات عالمية، وراح يستفادوا الإعلاميين الجزائريين وراح تستفاد الإعلام الجزائري بصفة عامة، وتكون عندنا بلاطوهات عالمية وتناقش أحداث عالمية اللي راح تخدم المصالح الجزائرية بالدرجة الأولى. إن شاء الله الجزائر من الحسن إلى الأحسن، وإن شاء الله ديما تتقدم وتواكب هذه الأحداث العالمية وتواكب هذا التطور التكنولوجي، ونكونوا في الصدارة كما باقي الدول العالم. والسلام عليكم ورحمة الله.